السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا. وطبعا كلنا بندور نعمل بيتزا ازاي تكون زي بتاعة المحلات، لكن النهاردة إن شاء الله هنعملها كمان أحسن من بتاعة المحلات. هنعملها بعجينة طرية وقطنية، وقد إيه مقاديرها سهلة وموجودة في البيت. شايفين شكلها يا جماعة عامل ازاي؟ حلوة جدا جدا، يعني بتتكلم عن نفسها. حابه برضو تقدميها كده مع كاتشب براحتك خالص. وقبل ما ندخل على الطريقه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نسمي الله صلى على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه بقى هبدا اجهز العجينه بتاعتي. معايا هنا كوبايه ميه، معايا كيس خميره فوريه، والميه بتاعتنا تكون دافيه يا جماعه عشان الخميره بتاعتنا تشتغل على طول. ومعايا كمان كوبايه معلقه من السكر، عندي كمان نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره. هقلب بقى الميه مع السكر مع الخميره لحد كده ما الخميره بتاعتنا تتفاعل يا جماعه والسكر بتاعنا يدوب. حوالي بس دقيقه واحده كده بالشكل ده. هقلبهم بقى كويس. بعد كده عندي كمان حوالي 3 معالق من الزيت، وعندي كمان هنا معلقه بصل بودره ومعلقه توم بودره ومعلقه زعتر. قد ايه بقى يا جماعه؟ المكونات دي بتخلي العجينه بتاعتنا طعمها حلو جدا جدا. يبقى حطيت بصل بودره وتوم بودره وزعتر. معايا هنا بقى 4 كوبايات من الدقيق عشان هعمل بيتزتين، وكل بيتزاية هعملها بكوبايتين دقيق. ما شاء الله، يعني الصينيتين عندي كبار. هقلب بقى الدقيق مع المواد كلها كده اللي حطيناها مع بعض يا جماعة بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اخلط لحد طبعا ما الدقيق بتاعي يختلط كده مع المواد السائلة اللي حطيناها في الاول. وطبعا انت بقى في المرحلة دي لو عوزتي تزودي شوية من المية هتزودي، يعني اهم حاجه تبقي تنزلي كده بالسوائل بتاعتك واحده واحده عشان ما تعوزيش كتير. لميت العجينه بتاعتي اهو يا جماعه، وهنزل بقى بيها على الرخامه. ومعايا هنا كمان حوالي معلقتين بس من الميه. هبدا كده انزل بمعلقه معلقه واعجن العجينه بتاعتي بالشكل ده. وطبعا لو عوزتي بقى شويه ميه هتنزلي يعني معلقه معلقه لحد ما اعجنها وتكون عندي عجينه طريه ومش بتلزق في الايد. كده خلصت عجين العجن يا جماعة. قعدت اعجنها كده حوالي 5 6 دقايق بالشكل ده كده. وطبعا الحاجات اللي موجودة في العجينة دي زعتر. دهنت كده الطبق بتاعنا دهنة زيت، وبعد كده حطيت العجينة وهغطيها بقى واسيبها تخمر في مكان دافي، يعني حوالي نص ساعة. طبعا الجو حر ما بتخمر، يعني ما بتقعدش كتير تخمر، على بال بقى ما نجهز الحشوة بتاعتنا. معايا هنا طاسة على النار، هحط فيها بس معلقة زيت واحدة كده بالشكل ده كده يا جماعة. وعندي بقى الحشوة بتاعتنا هتكون عبارة عن سجق. طبعا انت بقى حابة تعملي لحمة مفرومة، حابة تعملي جبن، ايه، حابة تعملي فراخ، براحتك خالص. لكن النهاردة هنعملها بحشوة السجق. نزلت بقى بالسجق بتاعي بالشكل ده كده. وطبعا النار بتكون عالية علشان ما ينزلش المية بتاعته، يا دوبك بس ياخد معايا صدمة كده يا جماعة. وابدأ اقلبه بالشكل ده كده، وزي ما بقولك على نار عالية. شايفين كده اتشوح معايا واخد اللون كده المظبوط، وبقى جاهز معايا يا جماعه بالشكل ده كده. خلاص هطفي بقى عليه النار على بال بقى ما نجهز الخطوه اللي بعد كده. بعد كده انا يعني عملت بقى عشان ما اطولش عليكم. جبت حوالي 3 طماطمات مع نص بصلايه مع فصين توم، حطيتهم كده على البوتاجاز لحد ما غلوا. ضربتهم بقى يا جماعه في الخلاط، وبعد كده هنزل عليهم ببصل بودره وتوم بودره وزعتر، وكمان نص معلقه كده صغيره من السكر، وكمان نص معلقه من الملح، وحطيت كمان معلقتين من الزيت. وكده الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة. مفيش اسهل ولا ابسط من كده الطريقة. هسيبها برضو على جنب على بال بقى ما نشوف العجينة بتاعتنا. كده خلاص العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت يا جماعة بالشكل ده كده. هبدأ بقى اخرج كده منها الهواء. وطبعا بقى هجهز الصواني بتاعتي. هدينا بس دهنة زيت بسيطة كده بالشكل ده كده يا جماعة. طبعا زي ما قلتلك هعمل 2، والاتنين كبار ما شاء الله، يعني مش صغيرين.
لكن انت لو حابه تعملي مقاس صغير هتعملي الاربع كوبايات على 4 بيتزات. هاخد بقى العجينه بتاعتي كده واقسمها على 2. بعد كده بقى هاخد كده اول قطعه احطها في الصينيه وكمان القطعه التانية، وهبدأ بقى افرد يا جماعه بقى العجينه بتاعتي في الصينيه، وهتتفرد معاكي بكل سهوله علشان طبعا معجونه كويس ومرتاحه كويس. وقد ايه بقى العجينه بتاعتك دي هتكون قطنيه جدا وكمان حلوه جدا جدا. هفردها بقى في الصينيه بتاعتي يا جماعه بالشكل ده كده، شايفين بتتفرد ما بتلمش تاني ولا اي حاجه. خلاص فردتها كويس بالشكل ده كده. ببدأ بس اظبط الحروف بتاعتها كده يا جماعه. هسيبها برضو على جنب وهفرد التانية بنفس الطريقة. حبيت برضو اوريك العجينة المرة التانية بتتفرد معانا بكل سهولة ومخدتش مننا وقت خالص وما بترجعش تلم تاني. اهم حاجة ان انت عشان تاخدي بيتزا كويسة وتكون حلوة لازم تعجنيها كويس وتسيبيها برضو تخمر كويس. بعد كده جبت بقى الشوكة بتاعتي وهبدأ اعملها كده بالشوكة يا جماعة علشان طبعا ما تعلاش معايا اما اجي احطها في الفرن. وهجيب كمان بقى الصلصة بتاعتي بالشكل ده كده وهبدأ بقى اوزعها على العجين. شايفين لون الصلصة حلو جدا وعامل ازاي؟ صلصة بيتي بقى معمولة كده حلوة جدا. وطبعا لو هتعملي حاجة سريعة هتعملي واحدة ولا حاجة ممكن تعمليها بالصلصة الجاهزة يعني برضو براحتك. فردت بقى الصلصة بالشكل ده كده على العجينة كلها. بعد كده عندي شوية من الجبن هبدأ احطها كده فوق الصلصة بالشكل ده كده يا جماعة لحد ما اوزع الجبنة كويس. بعد كده بقى قطعت السجق بتاعي كده القطع صغيرة كده يا جماعة اهو كده تمام. هبدأ برضو اوزع الحشوة بتاعت السجق بتاعتي على الصينية علشان هعمل الصينيتين بنفس الحشو. اخدت نص الكمية على الصينية الاولانية وهسيب نص الكمية على الصينية التانية. وزعت كده السجق بتاعي. بعد كده عندي برضو شرايح من الفلفل، عندي اخضر واصفر واحمر. حابه تحطي طماطم براحتك بس انا ما بحبش احط طماطم. ولو حابه تحطي طماطم هتشيلي الميه بتاعتها خالص تبقى الجلد بس عشان طبعا ما تنزلش ميه على البيتزا. وزعت بقى الفلفل بتاعنا بالشكل ده كده. لو عندك برضو فلفل اخضر بس هتحطيه بس ما فيش مشكله. وهحط كمان شويه من الزيتون. انا كنت هحط السجق التاني. هحط بقى شويه كده. عندي هنا زيتون اسود وزيتون اخضر. احط برضو شويه كده وابدا اوزع كده كام واحده كده على الصينيه بالشكل ده كده. شايفين بقى يا جماعه الطريقه سهله وبسيطه خدتش مننا وقت خالص. وطبعا الولاد كلهم بقى بيحبوا البيتزا فانت بقى ما تعمليها في البيت طبعا هتبقى احسن بكتير وطبعا برضو هتبقى ارخص بكتير. هبدا برضو اوزع شويه جبنه كده من على الوش. وطبعا بقى في الوقت ده يا جماعة هكون مشغلة الفرن هتدخل على درجة حرارة 200 وبشغل من تحت بس. وفي اخر دقيقتين كده بشغل الشواية من فوق لحد ما تاخد اللون الجميل بتاعنا ده. بعد كده بقى بخرجها وبسيبها بس تبرد شوية وببدأ اقطعها. شايفين بقى لون التسوية بتاعتها حلو ازاي. وطبعا ممكن كمان لو الفرن بتاعك حامي ما تشغليش الشواية هي هتاخد اللون ده. قد ايه بقى حلوه بسيطه ما خدتش مننا وقت خالص يا جماعه. حطيت كده عليها شويه من الكاتشب. طبعا الولاد بقى بيحبوا الحاجات دي. وطبعا كمان ممكن تعمليها وتحطها لهم في اللانش بوكس. خلاص كل سنه وانتم طيبين. المدارس بدأت النهارده كان اول يوم. وطبعا لو الوصفه عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير.